فأنا بودي نصيحتي للأعزاء، طلبي رجائي منكم تقرؤون كتاب الرسالة للشافعي، كتاب الرسالة للشافعي اللي هو أول كتاب أصولي كتب. بعض يقول لا هشام بن الحكم قابل. أعزائي أنا دا أتكلم الآن ككتاب مستقل في علم الأصول. اقرأوا الكتاب ثم تعالوا إلى علم أصول من بعد سنة وشيعة. شوفوا ايش قد ماخذين من الشافعي. هسه تعالوا أعزائي حتى تعرفون أنه إذن مصدر هذه الكلمات كلها من أين جاءتنا مولانا؟ من أين؟ تخافون؟ من ناحيتي من الطرف الآخر دخلت إلينا، ثم جاءنا مولانا وأعطاها شرعية التشيع. هاي المطالب منو انطاها مولانا؟ الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني في هذا المجال مولانا الجزء الأول أعزائي صفحة 177 أعزائي، بيان حقيقة العقل وأقسامه. نص العبارات اللي موجودة في إحياء العلوم للغزالي يقول اعلم أن الناس اختلفوا. الأول الوصف الكذا، هذه من صفحة 177 178 179. مو فقط مولانا المطالب، هي المطالب ورواياتها. هنا ماذا حدث مولانا؟ عندما يأتي العالم منا أو يأتي أي واحد يريد أن يتكلم على المنابر أو يتكلم على الفضائيات ينقل الرواية منين؟ من المحجة، وهي روايات المحجة لو روايات من؟ إحياء العلوم. فالثقافة تبدأ تكون ثقافة ما هي؟ يعني العقل الشيعي بدأ يتنظم ويتكون ضمن يا ثقافة، وهذه هي الطامة الكبرى التي تعيشها الآن، يعيشها فكر مدرسة أهل البيت، وهو أن كثيرا منه من أهل البيت لو تسرب من الآخر. وهذا الذي أنا قلته في شهر رمضان، وإلا هذا تراثنا، هذا المحجة يكفيكم، هذا المحجة. وأما في باب العقائد، في باب الأخلاق، في باب الفقه، في باب التاريخ، في باب الثواب والعقاب، فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج.